السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المراجعة المنتظرة للساعة اللي عاملة قلبان دلوقتي، هي فعلا تستاهل. التلزي الالترا اموليد، دي براند محترم جدا، جيرماني، 49 مللي الترا. الساعة بتيجي بالمنظر ده. العلبة طبعا احنا فاتحين واحدة اهي في ايدي، ده الاستراب القماش، هي بتيجي معاها 3 استراب. بتفتح العلبة بتلاقي المنظر ده كده، هنا بتلاقي الساعة هنا، والاتنين استراب، واحد اسود وواحد الاوشن باند اللي هو السيليكون ده، ومع الشاحن الوايرلس بتاعها، وبيبقى معاها الاستراب الاخير اللي هو القماش. بيتفتح كده، بنطلع الساعة. الساعة فعلا قمة في السرعة، الساعة سريعة جدا، الواحد ما بيلحقهاش. فيها طبعا حاجات كتير، فيها معدل ضربات قلب، اكسجين في الدم، والسبورت، وبينام قد ايه، والضغط قرايته مظبوط يعني كويسة جدا. طبعا ضغط لا اكيد، طبعا ده الاسترس على فكرة، مش الضغط الدم. تحكم بالموسيقى وطقس وانذار. هنا الطقس جايب اهو عشان رابطها بالساعة اهو، طقس وانذار ومكالمات، بتعمل المكالمات الأخيرة اهو، تتصل مكالمات كاملة، حاجة محترمة جدا. جهات الاتصال بتحملها من على التطبيق، بتنزل كده، عاملوه بالعربي عشان كل الناس تبقى تمام معاها. تحكم بموسيقى، طقس، انذار، تدريبات النفس، الستوب ووتش، الآلة الحاسبة، آلة تصوير تقدر تصور منها، مش ان هي فيها كاميرا تخلي التليفون يصور. الضبط، ده البوصلة، معدل وسكر الدم. طبعا ما اعتقدش ان هو بيقيس سكر الدم، طبعا حاجة اكيوريت، لكن مكتوب موجودة عشان بس الناس تبقى عارفة. طبعا السكرول او البكرة دي محترمة قوي، ساعة سريعة قوي. طبعا الشاشة الترا اموليد، حاجة تحفة على الحقيقة، فعلا والله محترمة. ده بقى لو انت عايز تفتح اللي انت كنت فاتحه قبل كده، حاجه برضو حلوه قوي. الباك جراوند ابلكيشن اللي انت كنت فاتحها، دوسه واحده هنا يجيب لك زي التليفون، يجيب لك اللي انت كنت فاتحه قبل كده بدل ما تطلع وتدخل تاني. الساعه البيلد ماتيريال بتاعها عالي قوي قوي قوي، اعلى ساعه شفناها في الموضوع ده. والسرعه يا جماعه، سرعه التنقل بين الساعه حاجه زي بتاعت ابل بالظبط، بدون مبالغه يعني. احنا معانا بتاعت ابل طبعا، لا بدون مبالغه، هي نفس السرعات تقريبا. وادي التطبيقات اللي شغاله الاخيره، الاشعارات بيجي لك اشعارات، حاجه محترمه. العربي بتدعم عربي بالكامل. دي تاني السرعه بتاعتها محترمه قوي، يعني سرعه الساعه، وده المهم يعني، ده اللي مميزها، سريعه جدا. انت اول ما بتفتحها بتلاقيها عماله بتجري كده. طبعا كمان السيتنج بتاعتها متكامله حقيقي يعني، بتعمل كل حاجه. هنا في معلومات شخصيه اهو، بص السرعه حتى في الطلوع، حاجه محترمه قوي. ساعه محترمه فيها كل القياسات، طبعا مش هنقعد نعيد في كل القياسات، فيها كل حاجه. فيها طبعا اشعارات. اللي بيفرق دلوقتي الساعات البطاريه بتاعتها، طبعا بطاريه الالترا بتقعد يومين تقريبا، حتى بتاعت ابل نفسها. اول ديسبلاي اهو شغال. اللي بيفرق سرعه التنقل والاستجابه، ما تبقاش بطيئه، ويبقى الماتيريال بتاعها محترم. هي سعرها اغلى من اللي في السوق، لكن هي افضل، عشان بس الناس تقعد تقول اصل هناك هي ب 300 جنيه. لا مفيش الكلام ده خالص. الكلام ده في الساعات دي ساعات سريعه، ساعات اصليه مش كوبي. طبعا بتقلد ابل، لكن هي مش كوبي، هي براند. فلا هي تحفه، تستاهل كل جنيه اللي فيها بصراحه. دي ثمنها عندنا 1750 جنيه.